وكالعاده في البدايات ريبيري اون فاير، ولكن المره دي يحطها صاروخ في سقف المرمى. فرصه والهدف الاول، الهدف الاول المنشن، الهدف الاول البايرن في اول دقيقه. شوف الجرينتا، جول اول من بايرن ميونخ اللي لو كانت اتسجلت في الشوط الاول كنا هنشوف مباراه من كوكب تاني. وبيسجل ريبيري هدف حلو بعد ما فسح فالديز حارس مرمى برشلونه وبيحطها صاروخ في الشبكه، والنتيجه 1-0 لبايرن ميونخ، وفي مجموع المباراتين 3-1 لبرشلونه. الرد من ميسي وباسيست لايتو، ولكن يخرجها دفاع البايرن في اخر لحظه، ولكن الثانيه كانت في شباك مايكل بات. اسباني والتعادل والتأهل. هدف عالمي، هدف عالمي لانه بكلمه ومن كلمه البارسا. كيتا بيحط صاروخ في الشبكه بعد اسيست من تشافي ويرجع النتيجه 1-1، والمباراه متكافئه بين الفريقين لحد دلوقتي، وهدف ينهي على حلم بايرن ميونخ للوصول لنصف النهائي، وبيقرب برشلونه من مواجهه تشيلسي. لام يعدي ويحط كره شومه ولكن في ايد فالديز. القائد فان بومل يجرب بتسديده جديده وبتيجي فوق المرمى، كره ثابته وتشافي على التنفيذ وبيحطها حلو قوي وبنشوفها في الشبكه، ولكن بتيجي جنب القائم، وبينهي بعدها الحكم المباراه، وبتتأهل برشلونة النصف النهائي لمواجهة فريق تشيلسي في مباراتين للتاريخ اكيد هنعمل عنهم فيديو، فلايك ودعمنا علشان نكمل بطولة 2009.